اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض جرس فلاحي. بسم الله. هنبدأ. معايا كيلو دقيق، هننزل عليه بحاجة بسيطة ملح، ودي من 15 جرام ل 20 جرام خميرة بيرة. لو مش موجود خميرة بيرة يبقى خميرة فورية كيس للكيلو. ومعانا كوباية سمنة على زيت، يا إما زيت بس يا إما سمنة بس زي ما تحبوا. هنبدأ مع بعض ننزل بالسمن هنا، نحوش دي للآخر، ننزل عليها بالخميرة، وننزل عليها بشوية لبن. احتاجنا لبن تاني نزود، مش ممكن نخلط لبن على مية، مش لازم يبقى كله لبن. بسم الله. هنزود اللبن شوية شوية، نحتاج نزود، مش محتاجين خلاص. بصوا، اي معجنات تحطوا لها خميره ما نحطش بيكنج باودر. حاجه من الاتنين، يا ده يا ده. هي الكيكه بنحط لها بيكنج باودر بس، او كيك شيف ينفع نحط لها خميره؟ لا طبعا، اي وصفه فيها خميره ما نحطش بيكنج باودر. اللي فيه بيكنج باودر ما نحطلوش خميره. بس هي حاجه من الاتنين، والمعجنات عايزه خميره مش عايزه بيكنج باودر. بس كده، انا مش هعجن فيها تاني. بص، العجينه بتلزق في ايدي، انا عايزاها كده. هحط معلقتين السمنه على زيت دول اللي حشتهم، هتخلي العجينه تخلع من ايدي. ولو حطينا دقيق مش هينفع، مش هتبقى الجرصه خفيفه كده وهشه، لا هتبقى كبسه مننا. فاحنا نخلص ايدينا باي ماده دهنيه. دي الجرص الطريه دي عكس النص بس. النص بس خد الكيلو، خد كوبايتين ماده دهنيه، لكن الجرص الطريه هي كوبايه واحده بس. كده مش هنستعمل اي حاجة تاني، وهنغطي عليها ونسيبها لما تختمر نشوف هنعمل ايه فيها. اهي، ايه رأيكم؟ عقبال ما العجين يختمر تكونوا حطيتوا لي لايك وسبسكرايب. يلا بقى، على بال العجينة ما تختمر هكون عملت ايه. جبنا قطعتين عجوة بالشكل ده، هنعملهم قطع صغيرة. هنعمل منهم شوية كده بالعجوة وشوية يكونوا سادة. ولو مش عاوزين عجوة خلاص مش لازم، يعني جراس صغيرة بالشكل ده.
بصوا العجوة لما طرية ومعمولة كويس فمش ما تحتاج ان انا افككها على البوتاجاز بسمنة او بزيت ولا اي حاجة، هي كده طرية وجميلة. ناخد القطعة ونفرطها بالشكل ده. لكن لو العجوة عندكم ناشفة ممكن معلقة لبن مع قطعة سمنة صغيرة وتفكوها على البوتاجاز، هتفك معاكم وتبقى حلوة خالص. خلاص بقت هنعمل ايه؟ لو انتوا عايزين رشة سمسم على العجوة حطوا، مش عايزين خلاص. شايفين العجين؟ انا لما غطيته بالفوطه حسيت ان الفوطه هتتدهن ومش هتنفع، رحت كفيت عليه صينيه كمان. شوفوا الكيلو تضاعف حجمه وبقى قد ايه، بسم الله ما شاء الله عليه. يلا بسم الله. هنعمل فيه قطع صغيره، عايزاكم تشوفوا، هوسع الدنيا كده علشان يا رب كده تكونوا شايفين. بسم الله. على قد حجم القرصة اللي انتوا عاملينها اللي انتوا عايزينها تعملوا قطعة العجين. انا هقطعهم شوية كام قطعة بالشكل ده، وبعد كده هسيبهم شوية وبعد كده افرطهم علشان يتفرطوا معانا بسهولة. طبعا انا مش هعرف يعني مش ايدي ميزاني يعني هطلعهم قد بعض، بس هحاول على قد ما اقدر اخليهم قد بعضيهم. دي حاساها كبيرة شوية، اخد منها قطعة صغيرة. خلاص خلصتهم قطيع بالشكل ده، هنبدأ نفرط فيهم. بسم الله. هناخد قطعة ونوسعها شوية كده ونجيب في وسطيها قطعة العجوة ونلم العجينة كلها كده. بس لميتها كلها كده، وهسيبها كمان شوية على الصاجة وأبدأ أوسع فيها بإيدي. ماشي. ما تسرحوش، حطوا لايك. خلاص انا هخلص الكمية اللي انا عاملاها، هنشوف هنعوز كام واحدة كده بالعجوة والباقيين هعملهم سادة وهنرجع نشوفهم مع بعضينا.
خلاص انا عملت دول كده بالعجوة، هنبدأ نضغط عليهم بالشكل ده، نوسعهم شوية. لو عايزين تعملوا بالسكينة علشان تبقوا عارفين السادة من المحشية قطع بالشكل ده ماشي، مش حابين خلاص انا مش هعمل. انا بس ايه حبيت اوريكم، انا كده كده بعرف دول من دول يعني. دول بقت اللي هم ايه مش هنحش فيهم حاجه. لو انتوا عايزين جبنه ماشي، عجوه ماشي، تخسبوه ساده كده ماشي، انا هفرطهم واسيبهم ساده كده وخلاص. بس كده هنسيبهم على الصاجة حوالي نص ساعة. ما ينفعش ناخدهم من بعد ما فرطناهم بالشكل ده ندخلهم الفرن على طول، لا مش هيبقى مستوي حلو، وهيبقى فيه يعني السوا مش هيبقى واحد كده، ومش هيبقى مختمر وخفيف لا وهش كده، لا مش هينفع. فاحنا هنسيبهم يختمروا شوية على الصاجة كمان، وبعد كده نسويهم في الفرن ونشوفهم مع بعضينا. وتحط في الصاج على قد ما تشيل، مش لازم نزنج ومش لازم ان احنا ندخلها ناقصة، على قد ما تشيل نحط فيها كده. ممكن نوسع دول كده علشان نجيب واحدة كمان. نشيل واحدة كمان وخلاص. خلاص طلعنا الصاج من الفرن، ايه رأيكم بقى؟ انا مش هقول رأيي، قولوا لي انتوا في الكومنتات الفيديو ده مستاهل نقول ايه عليه. بصوا، جميل وخفيف وحلو خالص اهو اللي بالعجوة، شايفين الجمال؟ وده اللي من غير عجوة. هنفتح ونشوفه مع بعضينا بسم الله. شايفين قلبه ما شاء الله عليه؟ ايه رأيكم؟ وكمان ينفع يتعمل سندوتشات ونحشيه جبنة، تحطوا فيه اي حاجة انتوا بتحبوها وبألف هنا يا رب. شايفين؟ نفتح بصوا بصوا السوا، بصوا اهو، شايفين ما شاء الله عليه؟ كمان اهو اللي بالعجوة، نفتح واحدة من دي ونشوفها كمان بسم الله. ايه رأيكم؟ اهو بصوا العجوة لفة فيها كلها، مش في مكان واحد، لا لفة في الفطيرة كلها ما شاء الله عليها. جربوا الوصفة دي على طريقتي هتعجبكم وبألف هنا يا رب. نعمل ايه؟ تاكلوه بشاي، شاي بلبن، نسكافيه، اللي تحبوه. انا عملت جبنة وطماطم وخيار وهناكل معاه بالشكل ده. ايه رأيكم بقى؟ اهو ما شاء الله يعني، شايفين؟ ممكن نشيل دي خالص ونخلي دول كده اهو. ايه رأيكم؟ بس خلاص. المفروض ان احنا نحفظ الجرس دي ازاي. ممكن لو مثلا ايه هتطول عندنا نحطها في كيس في الفريزر، وقبل ما ناكل منها بساعة نطلع الواحدة كأنها لسه معمولة دلوقتي. يا اما في كيس على الرف بتاع التلاجة تقعد اسبوع وعشر ايام. لو بره التلاجة حافظة مخبوزات زي دي او عياشة زي ما تقولوا عليها قولوا، ونرصهم فيها ماشي. هي مغسولة ونظيفة بس الاول همسحها تاني بمنديل احتياطي يعني. هنرصهم فيها بالشكل ده كده، بالعجوة في جنب واللي من غير عجوة في الناحية التانية. كده برضو في الحافظة دي هيقعدوا برضو حوالي 4 أيام بره التلاجة، ولو الوقت طال يبقى على الرف في التلاجة أحسن، اللي عامل كمية يعني. حلو في الفطار، حلو في غدا، حلو في عشاء، زي ما تاكلوه كلوه بألف هنا يا رب. بس كده.
ديت حلوة في النواعم، حلوة في المخبوزات، حلوة في اي حاجة عاملينها. بس خلاص، لو عجبكم فيديو النهاردة لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.